السلام عليكم حبايب. أكلتنا لهذا اليوم هي مرقة الإسبانغ. المكونات: هنا عندنا إسبانغ مثروم ناعم، وهنا عندنا كزبرة وشبنت مثرومين ناعم، وأيضا هنا عندنا حلبة ثرامتها ناعم، وهنا حبة بصل كبيرة. والبهارات اللي راح استخدمها: ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب كاري، وملعقة طعام من نوم بصل المطحون، ملعقتين كبيرة من معجون الطماطة. وهنا عندنا لوبيا، هاي لوبيا أني سالقتها مسبقا وضامتها بالفريز. ويلا بينا بالطريقة. خليت جدر على النار وضفت زيت زيتون. من سخن عندنا زيت ضفت البصل، راح أبدي أحمس بالبصل. لما ينحمس عندنا البصل أبدي أضيف باقي المكونات. هاي هنا دا أحمس بالبصل، راح أظل أحمس بيه. من بعد ما انحمس عندنا البصل هسه راح أبدي أضيف الحلبة. راح أحمس الحلبة ويا البصل، راح أظل أحمس بيها لحد ما تطلع ريحتها. من بعد ما انحمست عندنا الحلبة هسه راح أبدي أضيف الكاري، وراح أحمس الكاري ويا الحلبة والبصل، راح أحمسهم حمسة خفيفة. بعد ما انحمسوا عندي هسه راح أبدي أضيف الكزبرة والشبنت، أضيفهم سوية، راح أحمسهم حمسة خفيفة. من بعدها أبدي أضيف الإسبانغ، هاي هنا هيك راح أحمسهم. هسه هنا ضفت الإسبانغ، أضيف شوية شوية. من أغطيه هسه كل هذا راح يذبل ويطلع السائل من عنده، هاي السوائل اللي طلعت من عندها. من ندقل هاي السائل مالته المي ينشف أبدي أضيف المعجون. من بعد ما السائل شوية قل نشف تقريبا شوية بقى مي، هسه هنا راح أبدي أضيف ملعقتين كبيرة من معجون الطماطة. راح أحمس المعجون ويا الإسبانغ، أحمسهم حمسة خفيفة. من بعدها أضيف باقي المواد. من بعد ما انحمس عندنا المعجون هاي هنا ضفت اللوبيا شوية هيك راح أحمسها. هسه راح أبدي أضيف مي مغلي، وراح أخلط بالمواد سوية وأتركها لحد ما تفور. من تفور نكمل. شوفوا هنا قامت تفور. هسه راح أبدي أضيف ملعقة من الملح وملعقة كبيرة من نوم بصرة المطحون. إذا ما عندكم نوم بصرة مطحون ضيفوا حبايتين من النوم بصرة. وراح أضيف أيضا لارنج، هاي لارنج عصرته. طبعا اللارنج ينطي طعم كلش طيب للإسبانغ. هنا كمل عندنا الإسبانغ، راح أتركه لمدة ربع ساعة
لحد ما شوية يدخن وأقدمه بصحن التقديم. بعد مرور ربع ساعة هذا السبيناغ شكله النهائي. طبعا شكله روعة وطعمه كلش لذيذ، جربوه وعليكم بألف عافية. أتمنى المن مشترك بالقناة يشترك بقناتي حتى تزداد عائلتنا على اليوتيوب أكثر وأكثر، وعليكم بألف عافية. باي باي.